السلام عليكم الخوت. كنتمنى هاد القصة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. جيب شي قهيوة وجلس وتركن مزيان وتصنت. قرية ايت بوغماز عاش واحد السيد سميتو يوسف. هو شاب بصراحة. كان يوسف مولوع بالنجوم والكواكب، وكل ليلة كان كيجلس فوق واحد الصخرة عالية وكيتأمل في السماء. في واحد الليلة باردة شاف واحد النجم دايز بسرعة كبيرة، وما طاحش في أي بلاصة عادية، طاح في مكان معروف بالمنطقة وبواحد المنطقة سميتها الواد الخافي. هذاك الواد الخافي كان منطقة خطيرة، الناس كانوا كيزعموا باللي مليء بالجنون والعفاريت. لكن الفضول ديال يوسف كان قوى من الخوف. نزل يوسف للواد ولقى واحد الكهف صغير مخبي وسط واحد الشجرة ديال الأرز قديمة. دخل الكهف ولقى الظلام دامس، غير أنه واحد الحجرة صغيرة كانت كتشع بالضوء أزرق خافت، وهي اللي كانت سباب الضوء اللي شافو في السما. يوسف قرب من الحجرة الزرقاء، وملي مسا حس بواحد الصدمة كهربائية خفيفة وواحد الإحساس غريب كيتسرب للجسد ديالو. فجأة الكهف كله بدا كيتفتح، وبان ليه واحد الطريق كتهبط لتحت الأرض. تبع يوسف ديك الطريق ولقى راسو في واحد العالم غريب فيه أنهار كتجري من ضوء سائل، ونبات كتضوي بالليل، ومخلوقات غريبة بحال شي حشرات كبيرة بأجنحة زجاجية. كان عالم أرض النور كما كيقول يوسف عالم تحت الأرض، كان مخبي من أعين البشر. كان الهواء فيه نقي والجو فيه هادئ. كان يوسف فرحان بزاف، حاس كأنه اكتشف شي حاجة عمرو شافها. يوسف كان كيمشي في أرض النور، فجأة بان ليه واحد البنت جالسة حدا واحد النار ديال الضو. كانت لابسة لباس مصنوع من أوراق مضيئة وشعرها كيبرق بحال النجوم. كان سميتها ضياء، وهي الأميرة ديال أرض النور. ضياء عاودت ليوسف قصة على أرض النور، قالت ليه باللي وهي والسكان ديال هاد الأرض كانوا كيعيشوا بسلام تحت الأرض، ولكن واحد الساحر خبيث سميتو ظلام كان كيغير منهم ومن الضو اللي عندهم. الساحر الظلام سرق قلب النور اللي هو مصدر الطاقة ديال أرض النور، ومن داك النهار وأرض النور كتفقد الضو ديالها بشوية بشوية. ضياء طلبات من يوسف يساعدها باش ترجع قلب الضوء. قالت ليه انت الوحيد اللي قلبه نقي وكيشع بالضوء النجوم، انت اللي يمكن لك تهزم الساحر الظلام وترجع لينا قلب الضوء. يوسف وافق باش يساعدها وخا كان خايف. عطاتو ضياء واحد السلسلة وقالت ليه هاد السلسلة هي كنز الأمان، غتساعدك باش تمشي في الظلام وتحميك من قوة الساحر الظلام. انطلق يوسف في الرحلة البحث عن الساحر الظلام. كان الطريق ديالو عامر بالمخاطر، كان عليه يتجاوز واحد الغابة مظلمة فيها نباتات سامة، ويعبر واحد الجبل ديال الجليد فيه مخلوقات غريبة، ويحل ألغاز شي حراس قدام. في كل مرة كانت في كل مرة كان كنز الأمانة كينور ليه الطريق ديالو، كيعاونو باش يتغلب على الصعوبات. الساحر الظلام كان كيراقبو من بعيد وكيحاول يوقفو، كان كيرسل ليه مخلوقات مظلمة باش يهاجموه، ولكن كيخلق ليه أوهام باش يخليه يتوه في الطريق. في الأخير وصل يوسف للقصر ديال الساحر. كان القصر مبني من الحجر أسود وكان مغطي بالظلام. دخل يوسف للقصر ولقى الساحر الظلام جالس على كرسي كبير. الساحر قال ليوسف شنو بغيتي مني؟ واش بغيتي الضو ديالهم؟ انا ما سرقتوش، انا بغيت غير نحميه. يوسف ما فهمش وسول شنو كتقصد. الساحر ضحك ضحكه خفيفه وقال ليه قلب الضو ماشي مجرد حجر، هو قلب ارض النور ملي كانوا كيعيشوا الناس ديالها بالطمع والكراهيه. قلب الضو كان كيبدا يطفى. انا ما بغيتش نشوف هادشي، داكشي علاش خديتو خبيتو هنا. بغيت نخلي ارض النور ترجع لطبيعتها وتخلى عن الطمع والكراهيه. يوسف فهم القصه ديال الساحر وعرف باللي هو ماشي شرير، كان باغي غير يحمي ارض النور. يوسف فكر شويه وقال للساحر انا عارف باللي النية ديالك مزيانة، ولكن الطريقة ديالك خاطئة. قلب الضو خاصو يرجع للمكان ديالو، ولكن هاد المرة الناس ديال أرض النور خاصهم يتعلموا من الخطأ ديالهم. الساحر عطا ليوسف قلب الضو، وملي يوسف مسو بدا يوسف كيلمع بالضو. يوسف رجع لأرض النور وعطا قلب الضو لضياء. ضياء رجعات قلب الضو للمكان ديالو. أرض النور كلها بدات كتشع بالضو مرة أخرى. يوسف وضياء ولاو أصدقاء مقربين. يوسف كان كيزورها مرة وضياء كانت كتعاود ليه على الأخبار ديال أرض النور. الناس ديال أرض النور تعلموا من الخطأ ديالهم
ولاو كيعيشوا بسلام وحب وبعاد عن الطمع. يوسف رجع للقرية ديالو ولا كيحكي لهم على أرض النور. ما كانوش كيعتقدوه وما كانوش كيتيقوه، ولكن ملي كانوا كيشوفوا النجمة الزرقاء كتلمع في السما مرة كانوا كيعرفوا باللي كلامه صحيح. يوسف ما بقاش كيحس بالوحدة، كانوا عنده صاحبه وفيه. يوسف ما بقاش كيحس بالوحدة، كان عنده صاحبته وفية تحت الأرض، وكان كيعرف باللي الصداقة والحب أقوى من أي شيء. عاش يوسف حياته سعيد، ولا المعلم في القرية كيعلمهم كيفاش يكونوا قلوبهم نقية بحال الضو ديال أرض النور. وفي كل ليلة كان يوسف كيخرج وكيتأمل في السما، وملي كيشوف النجمة الزرقاء كتلمع كان كيبتسم، عارف باللي الصداقة ديالو والقصة ديالو ما عمرها غادي تموت.